Hello, Junior 5. Are you ready to our lesson today? جاهزين نبدأ مع بعض النهاردة. عندنا lesson 4 Comparing plant and human system. يعني النهاردة جاي أقول لك عايز أعمل comparing بين الهيومن body والبلانت body. يعني عايز أقول في system هيكون في الهيومن شبهه في البلانت. كمان يلا بينا. اول حاجه عايزه اتفق معاك اتفاق صغير ان طبعا اي ليفنج اورجانيزم هيكون النيد للانرجي وطبعا نيد للجازز، بس طبعا مع شويه اختلافات. يعني ايه؟ يعني مثلا انا بقول لك ان انا عندي هنا البلانت والهيومن. البلانتس والهيومن طبعا نيد للانرجي، بس هاو جيت انرجي دي بقى اللي مختلفه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا بقول لك ان البلانتس نيد للانرجي، بس هاو بلانتس جيت انرجي. ها ازاي؟ قال لك ان البلانتس عشان جيت انرجي تحصل على الطاقه فما هي ما بتاكلش. امال بتعمل ايه؟ make its own food. they can make its own food. ها اللي هو الجلوكوز sugar to get energy through الphotosynthesis process. يبقى البلانت ده ها can eat food? no, doesn't have digestive system. امال بيعمل ايه البلانت ده to get energy؟ ها make its own food by photosynthesis process زي ما اخدنا في الليسونز اللي فاتت. خلاص. لكن بالنسبه للهيومن نيد انرجي اكيد طبعا هيومن نيد انرجي. how human get energy by eating food. ده بقى بياكل. خلاص. يبقى انا عندي humans they must eat food. لازم ياكل. تصحى من الصبح من النوم تقول ماما جعان اديني اكل. لكن البلانت دي عمرها ما سمعتها بتصرخ كده وتقول هاتوا اكل. هيبقى they must eat food throughout the day to get energy. يعني بيقول لي ان الهيومن ده بيبدا ياكل خلال يومه، غدا عشاء فطار، وبيكون عندنا كمان سنيكس كده في النص كده بنقصقص كده في شويه حاجات. صح ولا لا؟ بقي ده ما بيتقفلش. يبقى they must eat food throughout the day to get energy. where؟ ازاي بقى؟ ازاي باكل وازاي الاكل ده بيدخل جوه جسمي؟ هقول لك فاكر جونيور 5؟ هو digestive system digest food into glucose and nutrients. يعني بيقول لي ان الدايجستيف سيستم الجهاز الهضمي اللي موجود جوه جسم الانسان ده هو اللي بيساعده على digest الفود، هضم الطعام، convert into nutrients يحوله للنيوترينز اللي هو الجلوكوز شوجر. قال لي وبالتالي النيوترينز دي بتتنقل للبلاد الدم، والبلاد ديستريبيوت نيوترينز ان اول ذا بودي بارتس. يعني بيقول لي بالاخر النيوترينز دي بتتنقل لمين بقى؟ absorbed into the blood. وطبعا blood distribute nutrients in all the body parts. خلاص اوكي كده سهله. ده كده بالنسبه ان البلانت نيد انرجي وان الهيومن نيد انرجي. الاثنين محتاجين الانرجي، بس هاو جيت انرجي هي دي اللي فيها فكره. خلاص طبعا فهمناها. تعالوا نسال بقى، هل برضو البلانتس والهيومن نيد للانرجي نيد للجازز؟ هقول لك بصراحه البلانتس نيد للجاز والهيومن برضو نيد للجاز، بس طبعا كل واحد فيهم مختلف عن التاني. لما اتكلمنا عن البلانتس كان بيكون نيد للكربون دايوكسيد to make its own food during the photosynthesis process. لكن لما اتكلمت عن الهيومن breathe in oxygen. صح ولا لا؟ يعني احنا بنكون محتاجين للاكسجين تو بريز. صح ولا لا؟ اهو بيقول لي بلانتس برضه بلانتس نيد للايه؟ للجاز، بس نيد للكربون دايوكسيد، بيدخل له كربون دايوكسيد. طيب يا ترى البلانت ده بيدخل الكربون دايوكسيد ازاي؟ هل عنده نوز زي الهيومن؟ عنده ماوث؟ نو doesn't have nose doesn't have mouth. امال عنده ايه ده بقى؟ قال لك ان هو البلانت has stomata. يبقى plants air enters the plant through stomata in the leaves. يبقى احنا عندنا الليفز ورقه الشجره دي بيكون فيها الستوماتا دي، والستوماتا دي بتعمل ايه بقى؟ enter carbon dioxide and out لايه؟ الاكسجين زي ما انتوا عارفين.
طيب بالنسبه بقى للهيومن، هل الهيومن عنده ستومتا؟ عيب تقول الكلام ده، الهيومن ما عندوش ستومتا. امال الهيومن بيدخل الاير ازاي؟ from nose or from mouth، صح ولا لا؟ فهو بيقول لي air enters the human body through the nose and mouth then to lungs where oxygen is absorbed and transferred to the blood. يعني بيقول لي ان الهواء ده بيدخل لجسم الانسان من خلال النوز او من خلال الماوس، عشان طبعا الاكسجين ده يدخل لجوه جسم الانسان ويتنقل للدم ويبدا يتوزع على كل جزء في جسمه. خلاص، يبقى كده احنا اتفقنا مع بعض ان all living organism need energy و need للجازز، بس طبعا كل living وحسب احتياجاته. خلاص اتفقنا كده؟ طيب كمان بقى ندخل على السيستم اللي انا عايزه اتكلم عنه النهارده. اتكلم عن الهيومن circulatory system. what human circulatory system اللي هو معناه بالعربي الجهاز الدوري. هو زي ما تقول كده عامل زي الباس اللي جوه بايه؟ جوه جسمي وبينقل ايه؟ قال لك يا سيدي هو بيعمل ترانسبورت للنيوترينز والاكسجين to all the body parts. يبقى السيركراتري هو بيعمل ايه؟ digest food؟ no, circulatory doesn't digest food. responsible for respiration? no, circulatory doesn't responsible for respiration. what يعني responsible for what? responsible for transports. يبقى circulatory system in human body، لسه هنشوف الرسمه بتاعته تحت اهي. it's a system that transports oxygen and nutrients through the blood to all the body cells. يعني بيقول لي ان السيركيلاتري سيستم ده هو الجهاز المسؤول عن نقل الاكسجين والنيوترينز جوه جسم الانسان عشان يوزعه على كل الجسم. ما انت لازم تبقى فاهم حاجه كويس جدا. انت بتاكل الاكل كده اهو، بيدخل من الماوث يعدي على الثروت، ومن الثروت للفيرنكس، ومن الفيرنكس للستومك، ومن الستومك للسمول انتستين، ومن السمول انتستين بيكون فيه البلاد فيزلز. لو فاكر اللي احنا قلنا عليها في جونيور 4 كانت البلاد فيزلز دي بتعمل ابزورب للنيوترينز. كانت البلاد فيزلز الاوعيه الدمويه دي بتمتص الايه؟ العناصر الغذائيه دي. طب وكان العناصر الغذائيه دي بتروح فين بقى؟ بتتنقل لكل الجسم. هم دول بقى المسؤولين عن النقل في الجسم. لكن هل مثلا السمول انتستين بتقول يلا بينا بقى نمشي نروح نوزع الاكل في كل حته في جسم الانسان؟ هل الاستومك او السمول انتستين بتمشي تروح توزع الاكل؟ لا، اللي بيكون مسؤول عن الدريفر ده النقل جوه جسم الانسان هيكون البلد اللي هو الدم، اللي هو واحد من ضمن مكونات السيركيلاتري سيستم. يلا بينا. يبقى انا عندي circulatory system its structure. يعني ايه structure؟ يعني هو مكون من ايه؟ قال لي مكون اول حاجه من الهارت القلب، وايه كمان؟ ومن البلاد فيزلز. من ايه؟ البلاد فيزلز. ايه يا ميس البلاد فيزلز دي؟ البلاد فيزلز يعني معناها الاوعيه الدمويه. يعني ايه اوعيه دمويه؟ قال لي الاوعيه الدمويه يعني هي عباره عن تيوب انبوبه وهتبقى ماشي جواها البلاد، ماشي جواها الدم. طب زي مين البلاد فيزلز دي؟ قال لك يا سيدي البلاد فيزلز دي زي مثلا عندي arteries و veins وحاجه كمان اسمها blood capillaries. يبقى تاني انا عندي البلاد فيزلز. blood vessels هي تيوبس انابيب موجوده في جسم الانسان. حتى لو بصيت عندك في ايديك هنا هتلاقي فيه زي كده ايه؟ تيوبس كده انابيب وبيمشي جواها الدم. طبعا الدم ده حاجه موجوده في كل حته في جسمي. لو سالتني على اللونجز هتقول لك هنا ايه؟ في الشست، صح ولا لا؟
كل حاجه في كل اورجن موجود في مكان معين في جسم الانسان، لكن بالنسبه للبلاد فهو موجود في كل حته في جسمي. لو عايز تتاكد اي مكان بتجرح فيه فبتلاقي بينزل منه دم، صح ولا لا؟ الا بقى لو حد ما عندوش دم. في حد ما عندوش دم؟ تعال، يبقى انا عندي ايه؟ الهارت، وعندي البلاد فيزلز، وكمان البلاد الدم. يبقى تاني انا عندي السيركيولاتري سيستم ده مكون من ايه؟ مكون من الهارت القلب، مكون من البلاد فيزلز الاوعيه الدمويه اللي بيمشي جواها الدم. ميس طب ايه الارتريز وايه الفينز وايه البلاد كابيلاريز ووات از ذا ديفرنت بتوين ذم؟ وايه الفرق ما بينهم هما الثلاثه؟ ليه في ثلاثه منهم كده؟ قالك عشان كل واحده فيهم بيكون ليها اتس فانكشن، كل واحده فيهم ليها دور معين. تعالوا بقى نتعرف على كل واحد فيهم ايه واحده واحده. بس قبل ما نتكلم عن ايه البلاد فيزلز، الاول نتكلم عن مين؟ عن الكينج اللي هو الهارت، صح ولا لا؟ تعال، بيقول لي بقى انا عندي ايه؟ الهارت اهو، عايزك تركز كده في الصوره هنا. عايز اعرف هو consist of what؟ مكون من ايه؟ قال لي it consists of 4 chambers. يبقى الهارت ده اللي واجع دماغنا ده اسمه ايه؟ الهارت القلب ده. الهارت ده it consists of 4 chambers، يعني مكون من 4 غرف. فين هم؟ بص يا سيدي، عندي هنا دي كده نمبر 1، ودي كده نمبر 2، ماشي، دي كده نمبر 3، ودي كده نمبر 4. يبقى 1 2 3 4. يبقى كام شامبر؟ 4 chambers. يبقى it consists of 4 chambers. في 2 فوق و2 تحت. الاتنين اللي فوق دول اسمهم 2 atria. 2 atria. 2 atria. 2 atria. خلاص؟ ال2 chambers اللي فوق دول اسمهم ايه؟ 2 atria. 2 atria. طب وال2 اللي تحت دول بقى اسمهم ايه؟ دول اسمهم 2 ventricles. 2 ventricles. يبقى 2 atria and 2 ventricles. المنظر ده هشوفه ازاي؟ مستر هارت اهو، ازاي جبتوا الشكل ده؟ قطعناه كده اهو، قطعناه بالطول كده، فهيديك المنظر ده، هتشوفه من جوه. خلاص؟ يبقى هو مكون consist of ايه؟ 4 chambers. 2 atria و 2 ventricles. 2 atria و 2 ventricles. اوعى تنسى الاسماء بتاعتهم مهمه. طيب what is the function of heart؟ الهارت ده بقى مهم في ايه؟ قال لك مهم في حاجتين ومهم جدا جدا. بيقول لي اول حاجه it pumps blood to all body parts، يعني هو مسؤول عن ضخ الدم في كل اجزاء الجسم. it pumps the blood to all the body parts، يعني بيقول لك ان القلب ده سعادتك بيوزع ايه؟ الدم على كل اجزاء ايه؟ الجسم. يوزع الايه؟ الدم على كل اجزاء الجسم. طب يا ترى الدم ده بتبقى ايديه فاضيه؟ قال لك لا، الهارت لما بيعمل بامب بلاد فبيضخ الدم ده بيكون حلو. يعني ايه حلو؟ يعني فيه نيوترينز وفيه اكسجين، يعني فيه العناصر الغذائيه وفيها الاكسجين اللي كل اجزاء الجسم بيكون ايه؟ محتاجها. يبقى الهارت ده بيعمل بامب بلاد، بيضخ الدم ده بيكون ريتش ان ايه؟ ان اوكسجين اند نيوترينز، غني بالعناصر الغذائيه والاكسجين اللي جسم الانسان هيكون محتاجها، صح ولا لا؟ مظبوط. طب وبعدين قال لك بعد ما كل اجزاء الجسم هتبدا ان هي تتغذى وتاخد الغذاء، طبعا هترجع ويستس، هترجع شويه فضلات. الفضلات دي بقى هترجع ازاي؟ هل يا ترى هينفع ترجع كده؟ هترجع للهارت؟ قايل لك هترجع للهارت. الهارت هيبدا يستقبل الويستس، الفضلات دي تاني، هيستقبلها وهيقعد بقى ايه؟ يقول لهم يعني خيرا تعمل شرا تلقى، اديكم بلاد كله نيوترينز واكسجين، تروحوا مرجعين لي بلاد في ويستس، في فضلات. قال لك طيب هعمل فيهم ايه بقى الويستس دي؟ فيروح الهارت ده موديهم للويست، طبعا يبقى كربون دايوكسيد، فيروح موديها لللانجز، وطبعا اللانجز تقدر تطلعه وتعمل
وتروح مطلع الكربون دايوكسيد تاني. وبالراحة واحدة واحدة. يبقى الهارت بيعمل حاجتين، بيعمل بامب بلاد بيضخ الدم، وريسيف بلاد بيستقبل الدم. بيضخ الدم ده بيكون مليان بالعناصر الغذائية والأكسجين، وبيستقبل الدم وبيبقى فيه كل الويستس الفضلات. خلاص، يبقى بيعمل ايه تاني؟ It pumps the blood to all the body parts and it receives. يعني ايه receive؟ يعني بيستقبل. الهارت ده بيضخ الدم وبيستقبله تاني. خلاص، يبقى it pumps the blood بيضخ الدم عشان يتوزع في كل جسم الإنسان، و it receives the blood again from all the body parts. يبقى هو it pumps blood in to all body parts and it receives the blood again from all the body parts. ويبدأ يجمع الدم تاني عشان يرجع تاني للهارت. خلاص. طيب ازاي بقى؟ تعال نشوف لما ناخد الارتريز الارتريز والفينز والبلاد كابيلاريز هنفهم الكلام ده. بص بقى، عندي هنا بيقول لي ايه؟ ارتريز. افكرك مين الارتريز دي؟ فاكر لما قلت الستراكشر اوف سيركيولاتري سيستم؟ ستراكشر اوف سيركيولاتري سيستم كان عباره عن الهارت والبلاد فيزلز، صح؟ البلاد فيزلز اللي بيدخل بيمشي يكون جواها مين؟ البلاد. البلاد فيزلز قلت ان هي 3 تايبس، 3 انواع. عندي الارتريز والفينز والبلاد كابيلاريز. هي دي بقى الارتريز. يبقى الارتريز دي واحده من ضمن البلاد فيزلز. البلاد فيزلز اللي هي تيوب انبوبه وهيمشي جواها الدم. يبقى الارتريز they carry blood rich in oxygen and nutrients. يعني بيقول لي ان الارتريز دي هتبقى شايله دم. اهلا وسهلا. دم ايه؟ ايده فاضيه؟ لا، الدم هيكون غني بايه؟ غني بالاكسجين والنيوترينز. يبقى arteries they carry blood rich in oxygen and nutrients. الكربون البلاد ده هيكون كاري ايه؟ اكسجين اند نيوترينز. يعني الارتريز بيشيل الدم الحلو، الدم اللي هو فيه حاجات حلوه اللي هو الاكسجين والنيوترينز. طبعا النيوترينز دي اللي هي الجلوكوز شوجر، يعني عناصر غذائيه بتكون موجوده جوه جسم الانسان. بينقلها بقى منين لفين؟ الارتريز دي سكتها منين لفين؟ from the heart، من عند القلب، to all the body cells، او اقول to all the body parts، لكل اجزاء الجسم، لكل خلايا جسم الانسان. ليه؟ so the body can survive. وجسم الانسان كده هيقدر ان هو يعيش ويكبر، صح ولا لا؟ ما هو انا باكل، صح؟ الاكل ده بيدخل في الباس او الباسج اوف دايجستيف سيستم. طب بقيه اجزاء جسمي ما هي عايزه تاكل. هو ينفع مثلا الاكل عشان بيتعمل في المطبخ فكلنا نروح ناكل في المطبخ؟ او اللي مش هيروح المطبخ او مش هياكل؟ مش هينفع. طب ينفع المطبخ يروح لكل واحد فينا يقول له خد كل؟ مش هينفع، صح ولا لا؟ فلازم يبقى فيه بقى ايه؟ او مثلا المطعم، هل المطعم مثلا هو بيتحرك كله على بعضه كده عشان ينقل لك الاكل؟ لا، بيكون في دليفري، في الموصلات ده هيوصل لك الاكل، صح ولا لا؟ فهو نفس الكلام. انا عندي السمول انتستين خلاص جهزت النيوترينز موجوده جواها. هتتنقل ازاي بقى لبقيه جسمي؟ هيبقى البلاد فيزلز اللي موجوده في النيوترين في السمول انتستين دي هتروح واخده النيوترينز من السمول انتستين عشان تنقلها لكل اجزاء جسمي. مين بقى اللي هيعمل كده؟ اللي هي ايه؟ البلاد فيزلز اللي تكون شايله الدم. الدم ده ساعتها هيكون ايه؟ كاري نيوترينز، كاري شايل كل العناصر الغذائيه، شايل كل الحاجات المفيده عشان يوزعها على كل اجزاء جسمي، عشان كل اجزاء جسمي يتغذى ويكبر ويبدا جو سيرفايف. خلاص، يبقى انا عندي الارتريز دي تيوب انبوبه بيكون شايله دم. يبقى ايه هي التيوب؟ كاري بلاد، شايله البلاد. بس البلاد ده كاري كاري اوكسجين اند نيوترينز. كاري اوكسجين اند نيوترينز. خلاص. من اللي فين بقى؟ from heart، من عند القلب، to all body parts، لكل أجزاء الجسم.
عشان كل اجزاء الجسم دي توصل لها الغذاء. يبقى القلب لما يمشي من عنده البلاد يروح لكل اجزاء الجسم، يبقى كده دي مين؟ دي الارتريز. يبقى دي كده مين؟ الارتريز. arteries ايه؟ carry blood from the heart to all body cells. to all body cells، كل اجزاء ايه؟ الجسم. طب خلاص كل اجزاء الجسم دي وصل لها الغذاء، عامله زي مثلا لما ماما تقدم لي طبق الغداء، هل مثلا على طول باكل الطبق ده؟ لا، ساعات مثلا بسيب منه حبه، صح ولا لا؟ طبعا الحبه اللي بسيبهم دول بيكونوا حبه صغيرين، يعني مثلا سبت شويه رز، سبت شويه حته لحمه، سبت شويه مش عارف ايه، حبه من الاكل اللي كانت مقدمهم لي، صح كده؟ نفس الكلام هنا بيقول لك بقى ايه؟ هنا الارتريز دي هتوصل الدم، هيكون غني بكل النيوترينز والاكسجين لكل اجزاء الجسم. هل يا ترى كل اجزاء الجسم كل اللي هيوصل لها ده هتكون محتاجاه؟ ساعات يعني بيكون في زياده، طب هتعمل ايه؟ هتاكل غصب عنها؟ لا، هتروح مرجعاه. طب يا ترى بقى لما الاول بادي بارتس دي تبقى عايزه ترجع حاجه، هترجعها؟ وهتقول ترجع كده؟ لا، ريتيرن باك قصدي، يعني ترجع السكه يعني، هترجعها ازاي؟ هل الارتريز برضو اللي هترجع البلاد اللي راجع من عند الاول بادي بارتس دي للهارت؟ هقول لك لا طبعا، عيب، ما ينفعش، لازم يكون في فيزل تانية هي اللي هتعمل كاري للبلاد اللي راجع ده. مين بقى؟ هي الفينز. اسمها ايه؟ اسمها فينز اهو. يقول لك بقى عندي الفينز دي، القرشونه دي بتعمل ايه؟ ازاي return the blood؟ دي بقى ايه؟ بترجع الدم. بترجع ايه؟ الدم من عند كل البارتس اوف ذا من عند كل البارتس اوف ذا هيومن بودي للهارت. يبقى ازاي؟ ريتيرن. يبقى انت اول لما تلاقي كلمه ريتيرن تعرف ان احنا راجعين، يبقى هي الفينز. They return the blood that carries carbon dioxide and a very small amount of nutrients and oxygen. يعني ايه؟ بيقول لك ان الفينز دي هتبقى شايله الكربون دايوكسيد اللي هي الايه؟ الويستس، وشايله معاها حبه صغنطتين كده من النيوترينز والاكسجين اللي كانوا زياده عن حاجه السيل دي ومش محتاجينها، فرجعاهم زي ما انت اكلت كده وحبه اكل اتبقوا منك فانت رجعتهم. خلاص، يبقى انا عندي الفينز بتكون كاري برضو للبلاد، بس البلاد ده كاري ايه؟ carry carbon dioxide and a very small amount of nutrients and oxygen، حبة كده زيادة عن حاجته فراجعين مش عايزين. خلاص، يبقى تاني الفينز they return the blood، بترجع الدم، بس هل يا ترى بترجعه نظيف زي ما كان؟ لا، بيكون شايله الويستس الفضلات. يبقى they return the blood that carries carbon dioxide and a very small amount of nutrients and oxygen back to the heart. يعني هي بقى ايه؟ راجعه تاني للهارت. يبقى هي من عند الاول بادي بارتس راجعه تاني لمين؟ للهارت. مين بقى مين البلاد فيزلز اللي راجعه دي؟ مين اللي شايله الدم وراجعه تاني للهارت دي؟ اسمها الفينز. اسمها ايه؟ فينز. يبقى الفينز return back to the heart وthen to the lungs. وطبعا بعد كده لما الهارت بيوصل له الويستس يقول خيرا تعمل شرا تلقى، او ما ادي للسيلز النيوترينز والاكسجين تقوم البلاد راجع لي معاه ويستس. طب انا اعمل فيهم ايه دلوقتي؟ فيقول لي الويستس دي هتبقى هي الكربون دايوكسيد. فاقول لك طب خلاص الهارت ده يروح موصل الكربون دايوكسيد طبعا عن طريق الدم، موصل الكربون دايوكسيد لمين؟ لللانجز اللي هما الرئتين، وساعتها التو لانجز دول يتخلصوا من الكربون دايوكسيد. انا اعمل ايه؟ طلع الكربون دايوكسيد بره جسمي، وبعدين ريتيرن باك، هرجع اعمل تاني اجين نفس البروسيس تاني. بنفس الحركه انت بتدخل الاكسجين بيدخل يعمل نفس الحدوته دي، الاكسجين يدخل للتو لانجز ومن التو لانجز يوصل للهارت ومن الهارت يعمل بامب للبلد يوزع الاكسجين لكل جسمي، كل جسمي يتنفس وياخد الاكسجين وبعدين يكون الكربون دايوكسيد، كل جسم يرجع الكربون دايوكسيد والويستس دي مع البلاد في الفينز، الفينز توصل للهارت تديله الكربون دايوكسيد، الهارت ده يقول لك لا 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 يلا نطلع الكربون دايوكسيد ده، تروح موديه للتو لانجز، التو لانجز تعمل الكلام ده زي ما انت شايف يحصل فيه
في اقل من ثواني جسمك بيكون عامل البروسيس اللي احنا بنحكي فيها لنا شويه دي. خلاص، يبقى انا عندي تاني، انا عندي circulatory system consists of heart and blood vessels. الهارت اتكلمنا ان هو فيه 4 chambers، فيه 4 غرف، 2 atria و 2 ventricles، وان الهارت بيعمل pump blood and receive blood. pump blood and receive blood. خلاص، pump blood to all body parts and return back to the heart. بعدين اتكلمنا عن البلاد فيزلز وقلنا عندي arteries، والارتريز كاري او rich in carry blood rich in nutrients and oxygen، وبيكون from the heart to all body parts. لكن عندي الفينز بتكون العكس الارتريز، يعني بتبقى ريتيرن، راجعه بقى وشايله الويست، شايله البلاد اللي فيه الويست. طيب وعندي بعد كده اللي هو نمبر 3، واوعى تنسى عندي البلاد كابيلاريز. عندي مين؟ البلاد كابيلاريز. مين بقى البلاد كابيلاريز؟ قال لك هو الكونكت ده، الكونكت بين مين ومين؟ بين الارتريز وبين الفينز. يعني بس كده زي كده اي artery this is artery with this is vein. الكونكت between artery وفين، يبقى ارتري وفين حصل كونكشن ما بينهم، حصل التقاء ما بينهم كده، تواصل ما بينهم، يبقى ده كده ايه في النص الشبكه اللي حصلت دي اتكونت دي هتبقى مين؟ هي البلاد كابيلاريز. يبقى اللي في النص ده كده اسمها ايه؟ البلاد كابيلاريز. يبقى عند اي سيل بيحصل كونكت ما بين الارتري والفين، فبيبدا ايه يكون في النص بينهم حاجه اسمها بلاد كابيلاريز. البلاد كابيلاريز هي زي تايني بلاد فيزلز. تايني بلاد فيزلز يعني فيزلز صغيره، انت شايف حتى الارتري كبير والفين كبير، لكن الكونكت ما بينهم صغير، حاجات رقيقه صغيره. زي tiny blood vessels that connect arteries to veins. خلاص، يبقى هو كونكشن كده، الكونكشن ده كده ما بينهم حاجات ايه صغيره رقيقه كده اسمها بلاد كابيلاريز، بتبقى كونكت ما بين الارتريز والفينز بنسميها بلاد كابيلاريز. خلاص سهله كده. خلاص كده خلصنا السيركيلاتري سيستم. في كده اي حاجه صعبه؟ طيب اخر بوينت عايزه اكلمك فيها خالص، انا لما جيت اتكلمت عن الارتريز واتكلمت عن الفينز، افتكر كده تاني الارتريز والفينز. الارتريز لما اتكلمت عنها قلت ان هي هتعمل كاري بلاد rich in nutrients and oxygen، وان الاتجاه بتاعها وحركتها from the heart to all body parts. لكن لما اتكلمت عن الفينز فقلت ان هي return back، راجعه return back from all body parts to the heart، راجعه لايه؟ الهارت. يبقى مسارها من all body parts للايه؟ للهارت، اتجاهها العكس، صح كده؟ ولقيت ان هي بتكون الفينز دي كاري بلاد، والبلاد ده بيكون كاري كربون دايوكسيد and very small amount of nutrients and oxygen. ولقيت ايه؟ ان الارتريز ليها one direction from heart to all body parts، ولقيت ان الفينز ليها one direction from all body parts to the heart. يبقى انا وصلت معاك لايه بقى؟ ان الارتريز هتبقى in one direction، ولكن الفينز برضه هتبقى one direction، صح ولا لا؟ ما ينفعش التيوب واحده تمشي في السكتين. حط في بالك الكلام ده قلناه في الهيومن بادي لما خدنا السيركيلاتري سيستم، ونفس الكلام برضو اللي لسه هنقوله ونأكد عليه تاني في البلانت بادي لما كنا بنتكلم عن الزايلم والفلوم، لما اتكلمنا وقلنا ان الزايلم بيكون ليه وان دايركشن وان الفلوم بيكون برضو ليه وان دايركشن. يبقى اخر بوينت عايزه اكلمك فيها ان انا عندي البلاد ان از فلويد. طبعا البلاد ده مش سوليد ولا جاز، بيكون ليكويد لايك ووتر. فبيقول لي هنا ايه؟ blood is the fluid that moves in only one direction، بيكون ليه direction واحد، ليه اتجاه واحد. يبقى blood is the fluid that moves in only one direction in the human's arteries or veins. قلنا طبعا الارتريز بيكون الدايركشن بتاعها from ايه؟ from heart to all body parts، لكن من الفينز بيكون from all body parts to the ايه؟ to the heart. سهله كده ولا صعبه؟ خلاص كده نكون خلصنا الفيرست بارت من lesson 4. يا رب يكون سهل وبسيط عليك. لو في اي كومنت او اي حاجه مش فاهمها او اي سؤال مش عارف حله ايه، اكتبه لي في الكومنتس او ابعت لي على الواتساب، وانا معاك في اي وقت. باي باي.